انا وزني 130 كيلو، بعمل ريجيمات كتير واوصل لحد 100 كيلو، وبعد ما ابطل ارجع تاني. اعمل ايه عشان اخس ووزني يثبت بعد ما اوصل للوزن اللي انا عايزاه؟ اهو ده بقى اللي كنت مشكلة بكلمك عليه. يعني هي بتبتدي تعمل ريجيمات وقاسيه، وبتلجأ لحاجات ممكن مساعده كيماويه انها تاخدها، فبتبتدي انها تصفي لها الميه في جسمها، وتبتدي انها تنزل شويه. بعد كده هي مش قادره تكمل، تعبت، وبالتالي بتبتدي كمان الجسم يزيد اكتر كمان من الاول. بس كانت هي وصلت ل 100 كيلو، فبتبتدي وكانت بادئه 130، هتلاقيها راجعه في وقت قصير قوي ل 140 145 150، بتصاب الوزن باحباط كمان لما شديد قوي بيرجع بسرعة. بسرعه، وتلاقيها خلاص احبطت. يعني بعد كل المجهود والتعب اللي انا عملته، وحرمت نفسي وحرمت نفسي من كل حاجه، وكلت كميات صغيره، كل المجهود ده يضيع. فبيجي لها احباط شديد قوي. فبقول لها انا دايما خططي الطريق بتاعك صح، خلينا نخططه صح. هناكل كل اللي نفسنا فيه، نمنع حلويات ومقليات، نبدا مع بعض كده على كورس كيتو فايبر ناخده. الكبسولات بناخدها 3 مرات في اليوم، مره على الريق الصبح، ومره قبل ما بنام، ومره في نص اليوم. ولان هي عباره عن اعشاب، فلازم اشرب وراها كوبايه ميه دافيه. والالياف الطبيعيه قبل الوجبه الاولى وقبل الوجبه الثانيه. اذا مشينا على الطريقه ديت هتلاقي نفسك بتخسي بشكل سلس جدا، وبشكل امن قوي، توصلي للوزن اللي انت دايما بتحلمي بيه. وفي نفس الوقت لما هنبطل كورس كيتو فايبر مش هنرجع نتخن تاني، لان احنا في البدايه ما عملناش نظام اكل. انا عودت الجسم ان هو بياكل كل حاجه نفسه فيها، ولما تبطل مش هترجع تاني معدتها خالص نهائيا، لان اوريدي هي ما حستش بالحرمان. فبالتالي ما حصلهاش موضوع الصدمات اللي في جسمها ان انا حرمت نفسي فهرجع اكل كل اللي نفسي فيه بنهم. لا خالص. الى جانب كمان المعده بتاعتها هتصغر، تبقى يعني المعده بقى دايما بيستخدم الالياف الطبيعيه بعد شهر ونص كده، يقول لك انا خلاص ما بقتش قادر ان انا اكل. خلاص اتعودت على كميات وحجم صغيرة المعده من بقى الأكل. صغير جدا، وكميه الاكل بقت صغيره قوي.